السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمام جزائري ينجح في إدخال أهل قرية إفريقية كاملة في دين الإسلام. أعلن الإمام والأستاذ الجامعي محمد سعيد الخضري تمكنه من إدخال أهل قرية كاملة بدولة مالاوي في دين الإسلام، وقد نشر فيديو لأهل القرية المعنية نساء ورجال وهم يرددون الشهادتين. وقال محمد سعيد الخضري: قمنا بدعوة في هذه القرية أين عرفنا أهلها بالتوحيد وأحقية الله سبحانه وتعالى في أن يوحد وحده لا شريك له، وبأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء. وأوضح الخضري أن أهل القرية أقبلوا على دين الإسلام متمنيا أن يثبتهم الله تعالى عليه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة الإمام الجزائري واستحسنوا الخطوة وأثنوا عليها. وتعتبر الدعوة إلى الإسلام من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وفضلها كبير كونها تساهم في هداية الناس إلى الصراط المستقيم وتعرفهم بالدين الصحيح. وأوضح موقع استمعت أن المسلمين عامة والعلماء خاصة مدعوون للدعوة إلى دين الإسلام. وأبرز الموقع المختص بالشأن الديني أن الدعوة إلى الله رسالة عظيمة ومهمة جليلة، كونها تتمثل في دعوة الناس إلى عباد الله ونقلهم من الظلمات إلى النور، وزرع الخير مكان الشر والحق مكان الباطل. ولفت أن من يقوم بهذا الأمر يحتاج إلى العلم والفقه والصبر والحلم واللين والرفق وبذل المال والنفس ومعرفة الأحوال والعادات. وأكد المصدر ذاته أن الداعية قد يتعرض في دعوته إلى الجدل لا سيما من أهل الكتاب، كما أن له أجر كبير عند الله. وعرفناهم بحقية الله عز وجل بأن يوحد وحده لا شريك له، وبأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الأنبياء، فأقبلوا على الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، وبارك الله. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.